السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا حبايبي جريد 4، معاكم مستر أحمد عاطف. النهاردة مكملين معانا في الترم الثاني يونت 9، درس مهم جدا جدا اسمه compare fractions. كلمة compare معناها مقارنة وفراكشن معناها كسر. إزاي هنعرف لو عندي two comparing؟ أول مثال هنا عندي مدين المودلز قدامي، فطبعا لازم احل الموديل كل واحد، كل رسمه احلها لوحدها وبعد كده اشوف مين اكبر. تمام. هنا نعد، هنا طبعا سهله جدا واخدناها في جريد 3. لو عندي فراكشن زي ده باجي اعد التوتال الاول 1 2 3 4 5، يبقى انا في عندي هنا 5. طيب في شيدد كام واحده متلون منهم؟ 2. برافو. يبقى الانسر هتبقى 2 over 5. يبقى نخلي بالنا شيدد بيبقى فوق، المتلون فوق، والتوتال بيبقى تحت. طب الناحية التانية 1 2 3 4 5، يبقى نعمل فراكشن ونكتب فوق في كام شيدد فوق؟ برافو 3. طيب يا ولاد، وهنا 5. هنا أول حاجة عندي في المقارنة أخدتها في جريد 3. لو أنا عندي الدينومينيتورز أو الرقم اللي تحت the same هو في التو فراكشن، يبقى أنا على طول هختار الكبير. الكبير. يبقى هنا 2 out of 5 يعني 2 من 5. 3 out of 5 3 fifth. طيب مين أكبر؟ يبقى وأنا مغمض على طول مين؟ ال 3. خلاص، ليه؟ لأن ال denominators are the same. المقام واحد في الاتنين. طيب نخش على اللي بعده. نيجي نعد 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى التوتال كام يا مستر؟ 8. يبقى اكتب تحت 8. طب في كام واحد shaded؟ 1 2 3 4 5، يبقى 5 over 8. 5 أو ممكن أقول 5 eighths، تقولها براحتك. طب الناحية التانية 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 برضه. طب في كام واحدة منهم ملونة؟ برافو عليك 4. يبقى 4 over 8. ما شاء الله عليكم بتحلوا قبلي. يبقى اكتب هنا 4 وهنا 8. طيب ها، هأتأكد تحت قد بعض. مين الكبير وأنا مغمض على طول؟ يبقى ال5 هي الكبيرة. نيجي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى الدينومينيتورز ب 10. طب كام واحد شيدد؟ 1 2 3 4 5 6 7. يبقى 7 over 10. والناحية التانية برضه باين جدا إن هو 10. في حاجة مهمة عايز أقولها، إن إحنا بنبقى عارفين الساين بس مش عارفين اسمها إيه. طب نكتب الأول هنا 10 تحت، وهنا 1 2 3 4 5. 5 over 10 و 7 over 10، يبقى طبعا الانسر هتبقى 7 over 10. طب حد شاطر يقول لي الساين دي اسمها ايه؟ برافو عليك، الساين دي اسمها less than. less than. طيب يبقى لو بتبص ناحية اليمين اسمها less than. if you look at the left بتبص ناحية الشمال يبقى اسمها greater than or more than، اللي هي أكبر منه وأقل منه. طيب نيجي هنا في الإكسرسايز دي 1 2 3 4 5 6. تمام، يبقى 6. طب في كام واحدة منهم شيدد؟ 2. يبقى 2 over 6. يبقى 2 over 6. طب الناحية التانية 1 2 3 4 5 6، كام واحدة منهم شيدد؟ برافو عليك 4. يبقى 4 over 6. مين أكبر، الفور ولا التو؟ برافو عليك يا شطار. يبقى الأكبر طبعا 4. وتتقرا إيه؟ برافو عليك وأحسنت، تتقرا less than. خش على اللي بعده. هنا بيقول لي compare برضه more than less than or equal. سهلة جدا. هنبص اللي تحت شبه بعض. شكرا، يبقى اختار الكبير. مين الكبير؟ ال3. شطار. اللي تحت شبه بعض. مين أكبر، ال5 ولا ال2؟ ال5. برافو.
تحت شبه بعض ال5 ولا ال3؟ ال5 سهلة أوي. ها 3 وال6 مين أكبر؟ طبعا ال6. خلاص سهل. طب نيجي هنا نفس الفكرة، تحت شبه بعض 5 ولا 3؟ ال5. ها ال1 أكبر ولا ال7؟ أحسنت، يبقى ال7 شطار. ها ال7 ولا ال5؟ يبقى طبعا 7. قلت بسرعة لأن ما شاء الله عليكم كلكم شاطرين وبتحلوا قبل مني. خش على اللي بعده. Write the fraction in an ascending order. يعني ايه كلمة ascending يا ولاد؟ ascending للي ما يعرفش معناها ترتيب تصاعدي، يعني من الصغير للكبير، من الصغير للكبير. هنلاقي طبعا ان الدينومينيتورز كله زي بعض، يبقى انا هختار من الكبير من الصغير للكبير بالرقم اللي فوق. عندي هنا 2، عندي 5، عندي 1، عندي 4. مين الصغير؟ شطار. يبقى انا ممكن اعمل حركة في الأول، أعمل fraction عشان أسهل على نفسي، وأكتب تحت 7 في كله بما إن كله شبه بعض، وفوق أرتب من الصغير للكبير. يبقى أول واحد 1، بعد كده 2، بعد كده 4، بعد كده 5. يبقى أنا رتبت من الإيه؟ من الصغير للكبير. نفس الفكرة، قوم عامل fraction. دي 1، 2، 3، 4، 5، وأكتب تحت 12. طيب فوق مين الصغير؟ باين جدا، برافو. يبقى ال1 أول واحد مكتوب عليه. بعد ال1 مين الصغير؟ ال3 ولا ال6 ولا ال9؟ أكيد طبعا ال3. أقوم كاتب 3 وأشطب عليها. تقولي ليه بتشطب عليها يا مستر؟ أقول لك عشان ما أغلطش وعشان أبقى عارف أنا خدت كام ولسه لي كام. طيب ال6 ولا ال9 ولا ال8 مين الصغير؟ برافو عليك شطار، ال6. طيب مين اللي بعده؟ برافو عليكم. أكتب على ال6، نسينا نشطب. ال8 ولا ال9؟ طبعا ال8. وآخر حاجة ال9. أوكي، يبقى كده أنا عملت arrange من الإيه؟ من الصغير للكبير أو ascending. طيب تاني حاجة عندي بيقول لي compare an older fraction with like numerators. إزاي أرتب وأقارن فين الفراكشنز اللي فيها النوميريتورز اللي هو الرقم اللي فوق قد بعض. أول واحد بيقول لي how can you compare 2 over 5 and 2 over 8؟ إزاي تقارن بين 2 over 5 و 2 over 8؟ هنا بقى بنعمل إيه يا أولاد؟ ركز معايا. إحنا قلنا في الاكسرسايز اللي فات لو اللي تحت شبه بعض يبقى بروح ناحية الكبير. هنا هنعمل عكس، نكتب الأول 2 over 5 وجنبها هنا 2 وهنا 8. هنلاحظ إن النوميريتورز اللي هو 2 ريبيتد متكرر. يبقى أنا هنا يا أولاد طب قبل ما أقول أنت بص كده من الشكل، بص كده من الشيب اللي قدامي. على الشمال 2 over 5. بص الحتة قد إيه الشيدد، وعلى اليمين 2 over 8 باينة جدا باي سايد بالنظر. مين الكبير؟ ها برافو عليك، ال 2 over 5. يبقى عشان كده يا ولاد لما يبقى النوميريتورز او الرقم اللي فوق قد بعض بختار الرقم الصغير. احسنتوا، بختار الرقم الايه؟ الصغير وانا مغمض. لقيت 2 هنا و2 هنا فوق اقول له شكرا. مين الصغير؟ ال5 ولا ال8؟ يبقى ده هو الكبير، يبقى ده هو الكبير. طب نيجي نعمل هنا، نعد هنا. طبعا باين جدا ان ده half 1 over 2. طيب والتاني ادي 1 2 3 يعني ده third 1 over 3. هنا ال1 و1 ايه؟ متكرر. يبقى انا اختار مين؟ شطار، الكبير. سوري، ما هو الكبير مين؟ اللي هو الصغير يعني. وحتى جدا باين جدا من الرسم ان الهاف اكبر من الثيرد. اللي بعده نعد 1 2 3 4 5 6 7. يبقى تحت 7. طب في كام منهم؟ 2. يبقى 2 over 7. 2
over 7. نيجي نعد 1 2 3 4 5 يبقى 2 over 5. هنلاحظ إن 2 متكررة اللي هي اسمها إيه؟ numerator. طالما اللي فوق متكرر يبقى اختار الصغير. مين الصغير؟ اختار ال5. يبقى هو ده الكبير. ها نعد 1 2 3 4. كم واحد منهم colored متلون؟ 3. يبقى 3 out of 4 أو 3 over 4. الناحية التانية 1 2 3 4 5 كم واحد منهم shaded؟ 3. يبقى 3 over 5. مين أكبر؟ ال3 قد ال3 يبقى أنا هختار الصغير. شطار. يبقى ال3 over 4. يجي هنا 1 2 1 2 3 4 يبقى 4 في منهم 2 متلونين يبقى 2 over 4. ها 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى هنا 2 over 8. ها 2 قد 2. خلاص فهمناها. يبقى مين الكبير؟ اللي هو الصغير. يبقى 2 over 4 is the greatest أو more than. خش على اللي بعده. compare. هنا خلاص عرفنا اللي فوق قد بعض يختار الصغير. خلاص وانا مغمض يبقى ال 6 اللي هو هيبقى الكبير يعني. 5 و5 12 و10 يبقى ابص للصغير. ابص لل 10. 7 7 13 9 ابص للصغير اللي هو ال 9. Write the fraction in a descending order. descending يعني بنزل السلم. يعني من الكبير للصغير. من الكبير للصغير. فهنا ممكن اقوم عامل ايه؟ كاتب ال2 في كله لان كله 2 قد بعض. يبقى انا اكتب 4 fractions كل واحد فيه 2 في فوق. 2 over 2 over 2 over 2 over. طالما descending ركز في دي يبقى من الكبير للصغير. طالما من الكبير للصغير يبقى انا كاني هعكس. يبقى من الصغير للكبير. ايوه من الصغير للكبير. طيب مين اصغر واحد؟ برافو عليك الفور. يبقى اول حاجه الفور ده يبقى اكبر رقم. بعده ال5. بعده ال8. بعده ال10. يبقى تاني لما يبقى الرقم اللي فوق قد بعض اللي هو النوميريتور يبقى أنا بعمل العكس من الصغير للكبير في الديسندنج ومن الكبير للصغير في الاسندنج. نفس الفكرة هنا برضو عايزين نعمل arrange. هنلاحظ إن اللي فوق قد بعض كله يبقى نكتب 4 1 2 3 4 5 ونقوم عاملين الفراكشن. وبرضو عايزين من الكبير للصغير يعني من الصغير للكبير. مين أصغر واحد؟ برافو عليك. ها أصغر واحد باين اللي هو ال5 يبقى نكتب هنا 5. أدي أول واحد. ها بعد ال5 ها 6 يبقى نكتب 6. بعد ال6 7 نشطب عليه. بعد ال7 8. أوكي نكتب نشطب عليها. وآخر حاجة عندي هي ال11. يا رب يكون الأسئلة سهلة وفهمناها بسرعة. طبعا في الأول تبقى الفكرة جديدة نشوف الفيديو أكتر من مرة لحد لما المعلومة تبقى سهلة. وأهم من إن أنا أتفرج إن أنا أحل بإيدي يا ولاد. نجيب تمارين على نفس الدرس ونحل بقى سواء كتاب خارجي سواء كتاب مدرسة. لأن الماث لا لازم أحل بإيدي مش مجرد إن أنا أتفرج بس. ده كان آخر إكسرسايز معانا النهاردة. يا رب يكون الدرس سهل وبسيط. لو أول مرة تتفرج عليا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة. أشوفكم على خير وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه أنيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.